صباح الفل يا بركات. صباحك زي العسل. ما تاخدني معاك. انت رايح فين؟ اي حته. والنبي ما سكتي. سكتك ماشي يا عم. ايه الاخبار؟ في قمه الانحدار، العربيه مش عايزه تدور، لما ارجع بقى اوديها الميكانيكي. انت رايح فين؟ انا كنت عاوزك في موضوع. والنبي يا عم رضا مش وقته، بس ما تنساش والنبي تبلغ ايهاب تجمع الخرده عقبال ما ارجع. انا مش فاهم بس ايه المشوار اللي بتروحه كل اول شهر ده؟ ما تركزش معايا يا عم رضا والنبي، ادعي لي بس ربنا يسترها معايا. ربنا معاك يا ابني. عاوزك في موضوع. صد رد، راجع لك. يا رب. طابع ورا ومخنوق، حبس اللي أنفاسي، وراجل قليل الذوق، رغاي وكل راسي، نازل محطة ايه والله ما أنا فاكر، الهم كسرني خلاص خلاني مش قادر، في دنيتنا ونسيت طريق بيتنا، لا انا عارف العنوان ولا شكل سكتنا، على جنبنا يا اسطى اصلي ماليش واسطة ولا ليا في الهوجة ولا بركب البوجة، عشان اكفر ذنب واخدك عابي، يمكن لو اتأخرت يحسوا بغياب، تايه في دنيتنا ونسيت طريق بيتنا، لا انا عارف العنوان ولا شكل سكتنا. ها قول لي بقى يا حاج يا غالي يا كبير، كنت عايزني في ايه الصبح؟ شوفك انت، ميزان السمعة حساس، والعيار اللي ما يصيبش يدوش. اللي قبلينا قالوا ايه؟ اخطب لبنتك وما تخطبش لابنك. عشان كده يا ابني انا جاي لك بصريح العبارة، انا عاوزك لهيام بنتي يا ابني. قلت ايه؟ مفيش قول بعد قولك يا حاج. رقيب ايمن، امن لي مداخل ومخارج الحاره.
انا شايف ان انسب حل في قضيتك دي انك تدعي فقدان الذاكره. الوحش عندي اهم من حياتي. تعيد الناس اللي انقذوك دول شويه. انا شفت سير مراتي مع فؤاد. عارف يا بنت. كده انا خلصت البحث. يبقى فاضل نقفل ملف القضيه. الخطوه الجايه ان لازم مراتك تشوفك. لا مؤاخذه مدام. طب انا بالنسبه لك ايه؟ علاج لكل حاجه. معلقه سكر في كوبايه مره. انما مصطفى السبيلي ده طول ما هو عايش احنا في خطر. جاهز يا دكتور؟ جاهز. مبروك الترقيه يا سياده المقدم. مبروك عليك يا دكتور. يسعدني ويشرفني الترحيب بحضراتكم في حفلنا المقام لتكريم العالم الدكتور مصطفى السبيلي لإنجازاته العلمية في مجال مكافحة وعلاج الأمراض الفيروسية. أنا بشكركم وبشكر كل اللي وقف جنبي، وعلى وجه الخصوص سيادة المقدم محمد سامي اللي وقف جنبي وعرض حياته للخطر. وبشكر كل أجهزة الأمن اللي وقفت جنبي وحمت البحث بتاعي. النهارده هو بكرة اللي كنت خايف منه امبارح. اتعلمت النهارده إني ما اخافش أبدا أبدا. واتعلمت من امبارح إن الكنز في الرحلة اللي اتعلمت فيها معنى الواقع والقدر والحلم. الواقع اللي كلنا عايشينه، من أول كلمة اللي بتوجع لغاية يافطة مكتوب عليها مستشفى استثماري. هنا أدركت إنه طول ما الطب والعلم تحت يافطة الاستثمار، يعني لا طب ولا علم، أنا آسف، ولا دولة. يعني اللي معاه يعيش واللي معهوش التراب أولى بيه، يعني كام بكام. القدر بقى برغم خوفنا منه ما نقدرش نخالفه. اللي خلاني أشوف في وسط الجهل علم الدنيا، وفي وسط الفقر غنى النفس. اللي عايشني في وسط ناس علمتني يعني إيه قعدة طبلية، يعني إيه لمة عيلة، يعني إيه كلمة مجدعة ومرجلة وولاد بلد. اللي عرفني بناس كنت أتمنى أشوفهم من زمان، وحسيت معاهم يعني إيه قلة حيلة الغلبان اللي كل مرض عنده علاجه سبرينا وبحكمة ربنا بيخف. وشفت هناك إن الرضا بالمقسوم عبادة، وأجمل عبادة. أما الحلم بقى ده الطريق الطويل اللي لازم نمشيه، وفي آخره لازم تلاقي نفسك اللي ربنا خلقها الهدف، والهدف ده لازم تحققه برغم كل المصاعب اللي هتواجهك زي ما واجهت غيرك. لأن ربنا سبحانه وتعالى ما بيخلقش حلم في قلب حد اللي هو عارف إنه يقدر يحققه، فما قدامكش غير إنك تحقق. أشكركم جميعا وتحيا مصر. احنا جينا الدنيا دي اصلا ضيوف. الزمن ليه اختيار وقلبه ناس معروفين جماعة الدنيا. انا عرفت انت مين. دكتور مصطفى السبيلي. أنا عارف إنك عارفة من فترة. المهم أنا عايزك تقفي جنبي. انت ازاي بركات تتفق مع ابويا على موضوع خطوبتنا ده؟ انت لسه انك متجوز؟ اللعبة لازم تكمل. خلي عينك وسط راسك فوق وركز في اللي جاي. لو أنا بشكرك على وقفتك معايا. لحظة عنهم ياكلوا لحمك وانت حي. تشكرني على ايه؟ انا ما عملتش حاجه. أشوف وشك على خير. لقينا الدنيا دي اصلا ضيوف. الزمن ليه اختيار وقلبه ناس معروفين دمعة الدنيا بتنزل للي بيحاربوا الظروف. سيب على
بقول لك يا هيما، هيام. انا معايا خاتم كده بس كنت عايز اعرف هيجي على مقاسك ولا هتقرفيني؟ لا هقرفك واذا كان عاجبك. اقرفينا. الزمن ليه اختيار وناس معروفين، ودمعة الدنيا بتنزل للي بيحاربوا الظروف.